عظيم كمال اجسام في الوطن العربي، والتاريخ اللي هيفضل متسطر لينا كلنا ان احنا نفضل نجري وراه. وطبعا عمرنا ما هنطوله لانه اعجاز بشكل غير عادي مع الكابتن كمال. انا فخور ان انا دايما ببقى معاه وبشكره على اللي بيعمله لكمال اجسام، اللي هو بيقول لك حاجات جديده بتتعمل في حاجات في اوقات مستحيله بالنسبه للناس، لكن مع الكابتن كمال اقسم بالله ما في مستحيل. الله يبارك ربنا يديك الصحه، وربنا يديك الصحه وتفضل مشرفنا. وانا بطلب منه بس، وانتوا كلكم تطلبوا منه ان يفضل منور مسارح العالم كلها، لانه ايقونه ما تتكررش في تاريخ كمال اجسام. وانا بحب الكابتن كمال، وده شرف ليا عظيم ان انا احنا من البدايه ربنا يرضى عليك كابتن كلام، ربنا يرضى عليك كده فعرفنا. فبالعكس والله احنا نشرف، احنا العرب قاعدين نكسح حبيبي الحمد لله. بالعكس نتشرف بيك. كده لازم يتقالوا عن البيج رامي اسطوره مصريه واسطوره عربيه مش هتتكرر تاني. ما اظنش ان في حد موجود في الزمن بتاعنا ده لسه موجود بالاخلاق بتاعه البيج رامي دي. شخصيه فوق التواضع بشويه، وفعلا ده فخر لمصر وفخر للعرب بالكامل، وكمان فخر للعبه كمال الاجسام وبطوله مستر اولمبيا ان ده يكون واحد من ضمنهم. بصراحه احساس ما يتوصفش وحب غير عادي للبيج رامي من اقل حاجه هو بيعملها. قليل قوي اللي في شهره البيج رامي ده واتكلم عن القضيه بتاعت اخواتنا، سواء كان مصري او عربي او اي حد في العالم كله. ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات عن تواضع البيج رامي، وهل شايف ان بيج رامي هيعمل حاجه الفتره الجايه في مستر اولمبيا او اي بطوله عامه، ولا كده خلاص؟